مالك يا صاحبي؟ تعبان قوي يا شيخ ابراهيم، نفسيتي تعبانه ومخنوق وحاسس بخنقه، ولا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف انام، وحاسس ان معمول لي حاجه. عايز اعرف ايه اللي معمول لي يا شيخ ابراهيم. طب انت اخبارك ايه في الصلاة؟ اخبارك مع ربنا؟ انا والله بقطع في الصلاه وما بصليش كتير، وفي الصيام برضو ما بصومش، وتعبان بسبب تعبي النفسي، مش مقرب من ربنا. طيب ما هو دي المشكلة. احنا ممكن ما يكونش عندك حاجة وانت واهم نفسك، بس اول حاجة، اول علاج ان ربنا يحفظك ان تصلي الصلوات الخمس في جماعة، واذكار الصباح والمساء ما تسيبهاش، وبخصوصا تقرأ آية الكرسي قبل ان تنام. لما الشيطان قال لابو هريرة وجاءه في سورة انسان لما سرق مال الصدقة، لما ابو هريرة مسكه قال له ايه؟ يا ابا هريرة هقول لك حاجة وسيبني واتركني. قال له قول. قال له اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. النبي قال له ايه؟ صدقك وهو كذوب. المعوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دي وقاية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها باستمرار. لما واحد من الصحابة لدغته عقرب وقال للنبي، قال له ايه؟ لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فانت تحصن نفسك وتحصن اهل بيتك. تدخل البيت تقول بسم الله السلام عليكم، الشيطان يقول لا مبيت لكم. تذكر ربنا عند الطعام يقول لك لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يفر ويهرب يجري من قدامك. يبقى تطلع من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله، ربنا يحفظك ويقيد لك ملك يقول ايه؟ كفيت ووقيت ويتنحى عنك الشيطان. الشيطان يفر منك. لكن تشغل اغاني، مزمار الشيطان، تشغل افلام، ما تسمعش قرآن، الشياطين تتمكن منك وتتملك منك. تقرأ قرآن تحس براحة. الشياطين لا تدخل البيت الذي يذكر فيه الله. ربنا حافظ على القرآن في علاج يا شيخ طبعا القرآن راحة نفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحس براحة نفسية، الشياطين تفر وتهرب والحمد لله.